النهاردة هنتكلم عن حاجة لو شغلت نفسك بيها وركزت عليها حياتك هتتغير 180 درجة. كتير مننا بيدور على النجاح وازاي يعيش حياته بطريقة افضل. اول حاجة لازم تعرف ان النجاح دوت مش باب لو دخلت منه هتبقى انسان ناجح، وكمان النجاح دوت مش زرار لو دوست عليه هتبقى انسان ناجح اطلاقا. النجاح دوت بيحتاج منك استمرارية وسعي لحد ما توصل اللي انت عايزه. علشان كده في الفيديو دوت انا جاي اكلمك عن 7 عادات بسيطة جدا ولكن هتفرق جدا في حياتك وهتغير لك حياتك، وبعد كل عادة هقولك على خطوات تساعدك انك تطبق العادة دي. فلو مستعد تعيش حياتك بطريقة مختلفة حضر مج القهوة بتاعك وتابع معايا الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة رحلة الانتاجية. انا كمان سليمان، وفكرة القناة اني بقدم لك نصايح وحلول عملية، فلو انت مهتم بالمحتوى ياريت تشرفنا في عائلتنا المتواضعة. العادة الاولى وهي الاستيقاظ المبكر. ابدأ يومك بدري، لو صحيت بدري هتحس ان يومك اطول، وكمان لما تصحى بدري هتبدأ تشتغل على اهدافك وتخلص كل اللي وراك، في حين ان في ناس تانية لسه نايمة وما قامتش من نومها اصلا. وغير كده كمان ان فترة الصبح بتكون هادية جدا، فده هيديك جو من التركيز، وكمان هتحس انك انت مسيطر على يومك. فلو حددت وقت النوم وقت الاستيقاظ ده هينظم الساعة البيولوجية بتاعتك، فالاستيقاظ المبكر من العادات المهمة جدا. طيب هقولك على شوية خطوات هتساعدك في الاستيقاظ المبكر. اول حاجة خد الموضوع تدريجيا، يعني ما تكونش انت بتصحى الساعة 9 الصبح وعايز من مرة واحدة تقوم الساعة 6 والساعة 5 والساعة 4. لا، يعني مثلا لو انت بتصحى 9 قول انا بكرة هصحى 8 ونص، اليوم اللي بعده اصحى 8، اللي بعده 7 ونص، وهكذا. خد الموضوع تدريجيا لحد ما توصل الوقت اللي انت عايز تصحى فيه. وكمان زي ما بتصحى بدري نص ساعة نام بدري نص ساعة علشان تظبط مواعيد نومك. الحاجة التانية حط المنبه بتاعك بعيد عن السرير، بحيث انك تجبر نفسك انك تقوم من على السرير عشان خاطر تتفيه. احنا غايتنا كلنا انك تقوم من على السرير، لو قمت من على السرير خلاص انت كده صحيت. الحاجة التالتة حفز نفسك للاستيقاظ، زي مثلا قول انا هصحى بدري علشان الحق اصلي الفجر يا جماعة، او انا هصحى بدري عشان خاطر اتمشى شوية في الهواء الطلق، او انا هصحى بدري علشان اقرأ الكتاب بتاعي مع مج القهوة الجميل بتاعي. العادة الثانية وهي ممارسة الرياضة. العادة دي تخصيصا هتلاقيها حاجة اساسية في حياة اي انسان ناجح، لان دي من العادات المهمة جدا. وكمان الرياضة لها فوائد عظيمة جدا، زي انها بتحسن صحة قلبك وكمان الاوعية الدموية، وكمان بتزود هرمونات السعادة فبتقلل حالات الاكتئاب والحزن، وليها فوائد عديدة لو قعدت تعدها للصبح مش هتخلص. ده غير طبعا انها بتمدك بالنشاط انك انت تقدر تخلص كل اللي وراك النهاردة. طب ايه الخطوات اللي هتساعدك علشان تبدأ تمارس رياضة وتلتزم بيها لفترة كبيرة قدام؟ الحاجة الاولى ابدأ تدريجيا، يعني ابدأ اول حاجة انك تعمل تمارين لمدة 10 دقايق كده يوميا. بعد اسبوع خلي ال10 دقايق دولت نص ساعة. بعد كده انزل صالة رياضية والعب في الجيم. فخد الموضوع تدريجيا، ما تاخدوش مرة واحدة عشان ما تنقطعش. الحاجة التانية اجعل الرياضة شيء ممتع. طب ازاي؟ زي مثلا انك تخصص ان وقت الرياضة دوت انا هسمع فيه بودكاست معين، فبالتالي وانا رايح الجيم اخد معايا السماعات بتاعتي، وطول ما انا بلعب البودكاست شغال وانا بسمعه. او ممكن انك تسمع قرآن، او ممكن انك تروح تلعب مع زمايلك. فبالتالي دي كلها حاجة هتخلي الرياضة شيء ممتع بالنسبة لك. ومعلومة على السريع، الدراسات أثبتت إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50%. نخش بعد كده على العادة الثالثة وهي العادة الممتعة جدا وهي القراءة. القراءة ديت من العادات المهمة جدا، وكل لما بتقرأ كتير كل ما معلوماتك بتزيد وتفكيرك بيختلف، وتبتدي انك انت تشوف المواضيع من زوايا مختلفة، فبالتالي قدرتك على حل المشاكل بيزيد اكتر. وعايز اقولك انك انت لما تجيب الكتاب وتقعد تقرأه وبعد كده تركنه في رف الكتب انت كده ما استفدتش اي حاجة. الاستفادة بتحصل لما تجيب الكتاب وتقرأ فيه فكرة معينة تحاول انك انت تطبقها في حياتك، وتشوف الفكرة دي هتنفع معاك ولا لا. بالطريقة دي انت كده بتتعلم. لكن كل ما تجيب كتاب وتقرأه وتحطه على رف الكتب ولا كأنك بتعمل اي حاجة. طب ايه خطوات التنفيذ او الخطوات اللي تساعدني ان انا ابدأ في القراءة؟ اول حاجة انك تختار الكتب. اختار الكتب ده شيء مهم جدا. اختار المواضيع اللي انت بتحب انك انت تقرأ عنها، زي مثلا التنمية البشرية او العلوم او التاريخ او تراث القدامى زي ابن القيم وابن تيمية والناس الجميلة ديت. ولو عايزين فيديو ترشيح كتب كويسة اكتبوا لنا تحت في التعليقات. الحاجة التانية خدها بالتدريج، يعني ما تجيش النهاردة تقول انا هقرأ كتاب كامل او انا هقرأ نص كتاب او انا هقعد اقرأ لمدة ساعة. لا، ممكن مثلا ان انا هقرأ النهاردة 5 صفحات بس، بعد كده انا ازود ال5 صفحات دولت هخليهم 10، بعد اسبوع ال10 يبقوا 20، وهكذا لحد ما توصل لعدد معين من الصفحات تكون في راضي عن نفسك. الحاجة التالتة خصص وقت للقراية،
بحيث ان اول ما الوقت ده يجي انت تسيب كل اللي وراك وتقعد علشان تقرأ وبس. ممكن الوقت دوت يكون بعد الفجر، الكتاب بتاعك والقهوة بتاعتك وتقعد مع نفسك، او ممكن يكون الوقت دوت بالليل قبل ما تنام، على حسب بقى اللي يناسبك. طيب كده اتكلمنا عن القراءة، تعالوا بقى نخش العادة الرابعة وهي كتابة الخطط والأهداف. خلي أهدافك دايما قدام عينيك واعمل خطط علشان تحققها. طول ما الهدف فكرة في دماغك عمرك ما هتعمل حاجة. حول الفكرة ديت لحاجة حقيقية وابتدي انك انت تخطط عشان توصل لها. العادة دي هتخليك دايما عارف انت ماشي فين واللي انت بتعمله ده بتعمله ليه. ده غير ان التخطيط هيزود من تركيزك في حاجة معينة وهيقلل من التشتتات اللي انت دايما حاسس بيها. طب ايه الخطوات اللي هتساعدك على تنفيذ الخطة دي؟ اول حاجة، قسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة. يعني مثلا لو هدفك انك انت تتعلم لغة، قسم اللغة دي لأهداف صغيرة بحيث انك انت كل ما تحقق منهم حاجة يبقى عندك تحفيز انك تكمل وتحقق باقي الأهداف عشان تحقق الهدف الكبير وهو تعلم اللغة. الحاجة التانية، راجع تقدمك. خلي يوم كل اسبوع تقعد مع نفسك كده وتشوف خطتك وتشوف انت نفذت ايه وعملت ايه، وتشوف لو الخطة محتاجة تعديل تبتدي انك انت تعدل عليها. طبعا افضل شيء في تحديد خطتك هي الورقة والقلم. اما بقى لو انت بتحب الحاجات الديجيتال وكده ممكن تطبيق نوشن، ده افضل تطبيق ممكن تعمل من عليه الخطة بتاعتك. بس طبعا نرجع ونقول ان افضل حاجة هي الورقة والقلم. العادة اللي بعد كده وهي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت هو اللي هيخليك تقدر انك انت تلتزم بكل العادات دي، وكمان هيساعدك انك تتخلص من الفوضى وتعمل كل اللي وراك، وكمان هيساعدك على انجاز كل المهام اللي عليك بفاعلية جدا. الامام الغزالي رحمه الله يقول: واجتهد الا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك، ولن تقدر على ذلك الا بان توزع اوقاتك وترتب اورادك من صباحك الى مسائك. فتنظيم الوقت دوت عادة مهمة جدا جدا، لدرجة ان في ناس بياخدوا كورسات عشان خاطر يقدروا ان هم ينظموا وقتهم، ولكن الموضوع سهل وبسيط جدا. فعشان كده العادة دي بالذات مش هقدر ان انا الملك ازاي تطبقها في حاجة بسيطة، لكن باذن الله هنزل لك فيديو على القناة دوت هقول لك فيه كل التفاصيل عن تنظيم الوقت. العادة السادسة وهي التعلم المستمر. خليني اقول لك ان العلم ده بحر لا ينتهي، وطول ما انت بتتعلم معرفتك بتزيد وفرص عملك بتزيد برضه، وكمان كل ما بتتعلم ويبقى عندك علوم في اكتر من مكان احتاج الناس ليك بيزيد واحتاجك انت للناس بيقل، فبالتالي بتكون غني عن الناس وكفيل بنفسك انك تقدر تخلص كل حاجة انت عايزها بنفسك. وعلشان تبدأ انك تتعلم اول حاجة لازم تحدد المجال اللي انت عايز تتعلم فيه، سواء برمجة، مونتاج، جرافيك ديزاين، او انك انت عايز تتعلم العلم الشرعي او تتعلم لغة عربية او تتعلم لغة انجليزية او اي لغة انت عايزها. فلازم يكون هدفك محدد ان انا بتعلم الحاجة دي علشان تبتدي انك انت تركز عليها. طب لو عايز تتعلم اكتر من حاجة ممكن يكون معاك نوتة صغيرة تكتب فيها كل الحاجات اللي انت عايز تتعلمها وتبدأ تركز على حاجة حاجة لحد ما تخلصها. انما لو اشتغلت عليهم كلهم في نفس الوقت هيكون في تشتت ومش هتعرف تركز في اي حاجة. الحاجة التانية، حدد وقت معين تقعد تتعلم فيه في اليوم. ممكن تخلي ساعة او ساعتين يوميا انت بتتعلم فيهم حاجة جديدة. فاذا يبقى عرفنا ان الحاجة التانية هو انك تحدد وقت معين للتعلم. الحاجة التالتة وهي اختيار المصدر. المصادر بقت متعددة جدا دلوقتي، واشهر مصدر فيهم هو اللي انت بتتفرج عليها منه دلوقتي وهو اليوتيوب. اليوتيوب مش مخلي حاجة دلوقتي، اي حاجة انت عايز تتعلمها مجرد ما تكتبها في البحث فوق هيجيلك مئات الكورسات في الحاجة دي. فانت مستني ايه بقى؟ ابدأ انك تتعلم وتعلم حاجات كتيرة باستمرار، وممكن تستخدم منصات تانية زي كورسيرا او منصة يامل. العادة السابعة وهي تحديد الاهداف اليومية. نقطة صغيرة زي دي وقلم زي ده وكل يوم قبل ما تنام اكتب المهام اليومية اللي انت عايز تعملها بكرة. الافضل انك تعمل ده قبل ما تنام عشان تبقى قايم من النوم انت عارف هتعمل ايه، ما تفضلش بقى تتشتت انا هعمل ايه وتقعد تفكر وكل ده، لا ما تضيعش وقت في التفكير. تقوم كاتب ده من بالليل قبل ما تنام عشان اول ما تقوم من النوم تبدا على طول. العاده دي مهمه جدا ولازم انها تكون جزء من حياتك، وزي ما قلنا من شويه مقوله الامام الغزالي رحمه الله، فلازم انك انت تنظم يومك من اول صباحك الى مسائك، وحاول بقدر الامكان انك انت ما تضيعش يومك. وافضل وقت ممكن تبدا فيه يومك هو من بعد الفجر، ده افضل وقت ممكن تنجز فيه حاجات كتير جدا. العادات دي مهمة جدا في حياة أي إنسان وصدقني هتفرق معاك جدا. وبإذن الله كل عادة من دولت هيكون ليها فيديو على القناة بيشرحها بالتفصيل بحيث إن نلملك كل تفاصيل عن كل عادة منهم وإزاي تبقى ديت عادة في يومك تعملها أصلا وإنت مش واخد بالك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو لأصحابك، ممكن أنت تكون السبب في تغيير إيجابي في حياته. مستني رأيكم في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.